بسم الله الرحمن الرحيم، وألف الصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم وهلا وغلا بيكم يا مواصلين. قاعدة معاكم طيبين والحكي معاكم طيب. بس قبل ما أبدي أسولف لكم عن القوتشمات وأضحككم، أريد أثبت موقفي من الامتحان العسير اللي كلتنا مرينا بينه، والملتقى مع الحبايب مر بينه بالأيام القليلة اللي راحت، لما اثنين إخوي من عائلة وحدة اختلفوا بالرأي، والأخ الثالث ظل حي غش يعمل يسديله من نصح. أخشى اثنين كبار وعقال، واثنين أدباء ومؤرخين، واثنين معروفين بكرم الأخلاق والطيبة والتسامح، يظل ساكت. همين دردو يقتلوا إذا ظل ساكت. بس ألف الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله والشكر ما اضطرينا نروح أمام الاختيار الصعب. ما تقولوا لي يا جماعة أشون بني آدم يختار بين عين اليسار ولا عين اليمين؟ أخشى عينتين مهمين، والحمد لله اللي ما اضطرينا أنه نختار. وبهالمناسبة أريد أوجه شكري العميق للأستاذين الفاضلين الدكتور إبراهيم العلاف وأخوي أزهر العبيدي، لأنهم أثبتوا أنهم يقدرون يستوعبون الخلافات اللي موجودة بيناتهم، ولأنهم وقفوا وأثبتوا للعالم أنه هي بمستوى المسؤولية قدام قراءهم ومعجبيهم ومتابعيهم، والخلافات الصغيرة اللي موجودة بيناتهم يستوعبوها لمصلحة الجميع. وأشقد حلو من تغشع روح التسامح والمداخلات اللي تبين عن محبة وعن نكران للذات أمام الأصدقاء، وهذا يثبت لنا أن نوصل كلة عائلة واحدة. قبان عينكم، فضحتني وفضحت من الملتقى كلته. هالملتقى اللي صار ملجأ لنا كلتنا، نجي نخلي همنا هوني، نضحك لنا ضحكاية، نقرأ لنا مقال، نغشع لنا صورة قديمة، نسمع لنا حكاية ولا قوتشمة، ونزيل عن قلوبنا شوية من الهم اللي انفرض علينا. والله العظيم كثير كثير شيء يفرح لمن تغشعون أنه اثنين من أعمدة الملتقى تلاقوا من جديد وتذكروا أيام صداقتهم وفضلوها عن أيام اختلافهم بالرأي. ويا ريت يا ريت، وهذا طلب مني، لو تقدرون يا أخوتي تعملون فقد عمل مشترك حتى نحطه بالملتقى ونتباهى بينه كلتنا، ونحط شوكة بعين اللي ما يعجب. أشكرك أخوي أزهر، أشكرك دكتور إبراهيم، الله يعزكم والله لا يحرمنا منكم.
بجاه كل من عنده جاه. بقى اسمحوا لي يا جماعة، ما راح أذكر أسماء بالقوشمات مال اليوم، لأن هاي كلها قصص حقيقية حصلت. الناس ربما عايشين معاكم، ربما توفوا، ربما عندهم مراكزهم الاجتماعية، فنحكي القوشمة بلا ما نقول من هو. فغد يوم أبو واحد من أصدقائي طلع على الباص مال الأمانة، شيل صوبة على الدين ومشعولي، لهبته إيها القدات زقاه والناس يضحكون علينا. وش يروح صديقه قال له: ها أبو فلان، هل قد الدين بيغدي اللي طلعت معاك الصوبة على الباص مال الأمانة؟ قال له: لا والله، حسبال الزنبيل أم الولاد ضربتني للسوة وشلت الصوبة بالغلط. هاي السالفة من سمعتوها أول مرة يمكن طول النهار كل ما تجي ببالي أموت من الضحك. وثاني قوشمة هذه حصلت لأحد أقربائنا، كان رجال صاحب كيف، يسهر مع جماعته بالنادي وكل يوم يجي متأخر على البيت. فهذا فود يوم من الأيام رجع من النادي وش الصبح فرحان ومنشع، وكان قدم ساعته، كان عمله الساعة 9 بالليل، لأن يعرف أنه أول ما راح يفوت على البيت مرته راح تقاتل معه. موته بهذيك الليلة الله يرحمه مثنين، ما نيمي كانت بأوضة النوم، نيمي بالقلطة قد الصندوق اللي يفوت، وأول ما فتح الباب قبت بوجهه. قالت له: يا أبو فلان والله عيب عليك، هسه صاروا أولادك رجال، أنت كل يوم ليوت الصبح سكران بالنوادي ما أعرف شنو. هذا يدحق بالساعة ويدحق عليها. قال له: ولكي أنا أخو ما أظل أعلمك طول عمري، ساعة 9 بالليل أشنو وقت الصبح وأش هالحكي هاي. بعد ما كمل كلامه المؤذن بالنبي شيد بدأ الله أكبر الله أكبر. قالت له: ها أبو فلان، لكن هذا شنو؟ قال له: هذا سكران، أكو حد يأذن ساعة 9 بالليل؟ الله يذكره بالخير، طلع المؤذن سكران وما يعرف وقت الفجر وهو الصاحي. آخر قوشمة بحلقة اليوم راح أطيق أقول منه بطل هذه القوشمة، لأنه هو أخوي المرحوم الدكتور مطاع الدليمي. من كان صغير وكان طالب مدرسة الوطن اكتشف حقيقة مذهلة. اكتشف أن مدرس الجغرافيا ما يقرأ أوراق الامتحان، ولكن إذا كتبت له شوية يسقطك، وإذا كتبت له كثير يعطيك درجة عالية. جربها، نجحت. فقد يوم من الأيام وبالامتحان مال الجغرافيا قعد الله يرحمه دكتور مطاع، وبدل ما يجاوب على الأسئلة كتب كل الأغاني مال فريد الأطرش، يا فرحة المية وعلى غصنك يا لامونة واسكت وخلي على الله. وبالأخير رسم خريطة مع العراق وخلى المدن الرئيسية موصل، بغداد والبصرة، بس بدل ما يكتب موصل وبغداد وبصرة كتب عشو وفطوش وهيبو وهالأسماء هذه، كل شي حسب حسابه. بس فقط شي نسي أنه الامتحان هو امتحان نص السنة، وأكو لجنة اللي يصلح، ما مدرس الجغرافيا راح يصلح. يابا ونلقط. وعمو بشير كان مدير المدرسة هذيك، وجاء وعمل له فصل كبير وعريض وطويل بالبيت، يولي يقول له فطوش. بس هذاك مطاع أول ما وشعر عمو بشير جاي على البيت دي غاسك وقبل على السطح. عمو بشير كان راوي ويجع وما يعطيك تطلع على الدرج. ظل المغرب بالسطح. بقى يا جماعة يمكن أدركنا الوقت، أريد أقللكم كنا عدكم وجينا، ولو كان بيتنا قريب كان جبنا لكم حمل الزبيب.